اللهم صل على خير البشر. اعملوا لايك واشتراك واضغطوا على الجرس ليأتيكم جديد. ادعمونا في قناتنا الرياضة واكتبوا لنا في الكومنتار. خرج حارس النصر السعودي السابق وليد عبد الله بتصريحات مثيرة عن الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد النصر حول إمكانية اعتناقه الدين الإسلامي. وكانت تقارير صحفية قد أشارت في عدة مناسبات إلى أن دون يرحب بدخوله في الإسلام بسبب اندماجه وتكيفه الواضح مع الثقافة السعودية. وقال وليد في تصريحه عبر برنامج الحصة الأخيرة الذي تعرض على قناة السعودية: لم أخشى الحديث أمام رونالدو في غرفة خلع الملابس للمرة الأولى، ولقد وقفت وتحدثت مع الجميع بصفتي قائدا للفريق، ولم أشعر بالتوتر كما قال البعض، ووفقا لما نشرته صحيفة السعودية الرياضية. وأضاف: حين يؤذن الصلاة نحن في الميدان يطلب رونالدو من المدرب إيقاف الحصة التدريبية حتى ينتهي المؤذن. وأضاف: كنت قريبا من كريستيانو رونالدو في بدايتي لأنه كان لا يعرف ثقافة بلادي، والنادي غيره من أمر، فهو كان يرحب بذلك ويسألني دائما عن بعض التفاصيل. وتابع: رونالدو يجب أن يدخل الإسلام، فقد تحدث معي عن هذا الأمور وكان مهتما بذلك، ولقد سجد مرة في الملعب بعد تسجيله. وأضاف: إلا أنه يحث اللاعبين دائما على الصلاة وغيرها من الأمور التابعة للدين الإسلامي. كما عندما سجد رونالدو صرخ جميع اللاعبين في صوت واحد: الله أكبر، وهو يطلب للاعبين بانتظام في الصلاة. عندما سمع الأذان يطالب المدرب بإيقاف التدريب. ويريد رونالدو: هل يعتنق كريستيانو رونالدو الدين المسيحي؟ لأن ديانته هي الديانة المسيحية، واسمه ارتبط في عديد من الأوقات السابقة باعتناقه الإسلام، خاصة مع انتقاله قبل قرب عامين. وشدد: بعيدا عن دخوله إلى الإسلام أو لا، فهم اللاعبين ملتزم بالانضباط إلى أعلى درجة، وهذا هو السبب الذي وصل له لمكانه. وإن رونالدو ونجله متواضعان للغاية، فالولد يتعامل مع أصدقائه ببساطة واضحة، وأعتقد أن شخصية يأتي إلى السعودية ويحب. ويذكر أن قبل انتقاله إلى نادي النصر في شتاء 2023 بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحدثت التقارير عن وجود محاولة من زملائه دون السابقين في ريال مدريد الإسباني، أولهم مسعود أوزيل الألماني والفرنسي كريم بنزيما، لحثه على اعتناقه الإسلام. وإن أعجبكم هذا وإن كنتم تحبون رونالدو فاكتبوا لنا في الكومنتار أو اعملوا لايك واشتراك واضغطوا على الجرس ليأتيكم الجديد. ادعمونا في قناتنا الرياضة واكتبوا لنا في الكومنتار. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.